السلام عليكم حباباتي، شراكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير، صحة فطاركم وربي يتقبل منا ومنكم. رجعت لكم فيديو جديد. اليوم جبت لكم طريقة تحضير الميني بيتزا. أول حاجة في وعاء نحطه 4 كيسان فرينة، 4 كيس عفوا 4 كيسان ماء، وكاس زيت، 2 ملاعق خمارة تاع الخبز، 2 ملاعق سكر، وربع كيسان فرينة نكونوا غربلناه من قبل. نضيفو الفرينة ونخلطو بالفوي، وبعدها نغلفوها بالورق الشفاف ونخلوها ترتاح مدة 15 دقيقة أي ربع ساعة. بعد بعدها ترتاح نروحو نضيفولها ملعقة ممسوحة ملح، ونبداو نضيفو في الفرينة حتى تتلم العجينة. بعد ما تسلم العجينة نحلوها بالحلال، نديروها على شكل مستطيل، ثم نجيب أي طابع يكون على شكل دائرة نطبعوهم، نحطوهم في البلا، نثقبوهم بالشرفيطة وندخلوهم في الفرن نكون سخناه مسبقا على درجة حرارة 180. نطيبوهم من تحت مدة 10 دقائق. لازم ينشفوا برك مش نخلوهم حتى يحمروا، أو هكا وهكا تم طيبوا فيها حتى نكملوا جميع الكمية اللي عندنا. كيما هذه العجينة اللي مديتها لكم تقطع لكم حوالي 120 حبة تاع ميني بيتزا. هذه هي الطابع أنا اللي استعملته صغير، ثم لو حبيتوا تكبروا دبر راسكم، صح. أما بالنسبة لطريقة الاحتفاظ بيها، نحطوا كمية اللي راكم رايحين تستعملوها. كيما أنا حطيت ربعة، تغلفوهم جيدا بالورق الشفاف، لازم الورق الشفاف يلامس الآخر، لازم ما نخليش الهوا يدخل، ونحطوهم في المجمد. كم كله جديد.